السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي يكونوا فيه وصفات ماشي غير وصفة. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال نتوما والاحباب ديالكم ووليداتكم ان شاء الله في اتمم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله في اطار اخر التحضيرات ديال رمضان اللي نتمنوا من الله يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وباش كاع ما تمنيتوا يا رب. غادي نشارك معكم بريوات مالحين اللي غادي نديرهم بحشوتين مختلفتين. الحشوه الاولى اللي غادي نديرها بالصدر ديال الدجاج اللي غادي نضيف معاه واحد العلبه ديال التونه، والحشوه الثانيه اللي غادي نستعملوا فيها ديال الكفته. فلهذا خليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو. غادي نشارك معكم في الاخير بعض يعني التحضيرات ديال شهر رمضان، كيفاش يعني كان التخزينات اللي كنديرهم بالنسبه لبعض الفواكه والخضر اللي كنحتاجوهم في شهر رمضان المبارك. فاول حشوه كنحتاجو فيها الخضر، يعني ديال البصله ديال الدجاج عفوا. كنستعمل فيها الخضر، كنستعمل فيها جوج حبات ديال البصله، ممكن ديروا حبه كبيره، وكنستعمل جوج جزرات محكوكين يعني زروديه محكوكه، وكنحتاجو جوج كورجيت حتى هما محكوكين، وكنزيد عليهم الزيت النباتيه، وكنضيف عليهم الملح، وكنخليهم فوق النار يعني يتشحروا على نار مهيله حتى كتذبل الخضره ديالنا. ومن بعد كنضيف عليهم صدر ديال الدجاج، يعني كنضيف عليهم الصدر ديال الدجاج اللي انا حكيته محكوك، او ممكن تطحنوه كيجي بحال الكفته ديال الدجاج حسن، او ممكن تقطعوهم قطع صغار. يعني انا كنفضلوا بحال الكفته ديال الدجاج احسن ما يكون مقطع قطع، يعني على هذا الشكل كيجي الصدر ديال الدجاج كنضيفوه معاه، وكنخليوه حتى هو حتى كيطيب شويه على النار مهيله. ومن بعد كنضيفوا التوابل. بالنسبه غير ما شاركتش معكم التوابل، كنضيف عليه شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الفلفله يعني الابزار وصافي. يعني هادشي اللي كنضيف في العطريه. من بعد ما كنحط الحشوه ديالي جانبا، يعني صافي كطيب الخضره ديالنا مع الكفته ديال الدجاج، كنحطها جانبا وكنضيف عليها الزيتون اللي مقطع، وكنضيف عليها شويه ديال الهريسه فحسب الذوق. اللي بغي الهريسه فالصراحه في هاد البريوات كيجيو حارين احسن، يعني كيبغيو الهريسه. وكنضيفو كذلك الصلصه ديال السوجه حتى هي كتعطي واحد النسمه زوينه للحشوه ديالنا. وكنضيفو كذلك من بعد الجبن، علبه ديال التونه عفوا، يعني علبه واحده ممكن ديروها ممكن ما ديروهاش، وذلك حسب الذوق ديالكم والاختيار ديالكم. و يعني التونه ديال الزيت، وممكن ديروا زوج على حسب الاختيار ديالكم كما ذكرت معكم. وكنضيف من بعد كذلك الجبن المبشور، يعني فرماج المحكوك، يعني الفرماج الاحمر. بهذه الطريقه كندير نصف الكميه نصف الكميه كنخليها الحشوه الثانيه اللي غادي نشاركها معكم بالكفته. كنخلط الحشوه ديالي على هذا الشكل، وفي الاخير كنضيف عليهم الشعريه الصينيه اللي من بعد ما يعني خليتهم في الماء طايب مغلي واحد 4 حتى ل5 دقائق، ومن بعد قطعتهم يعني وكنضيفهم على هذا الشكل. حتى هي درت واحد نصف الكميه الحشوه اللي درتها بالكفته، ونصف الكميه درتها لهاد الحشوه. درنا 250 غرام، فقسمناها على زوج حشوات حتى هي كتعطي لنا واحد لا كونتيتي كبيره الحشوه ديالنا، حتى المذاق ديال البريوات كيجيو بنان. وخليكم معايا غادي نشارك معكم كذلك قبل ما نعمروا لي سيجار ديالنا، غادي نشارك معكم الحشوه الثانيه اللي درناها بالكفته. فكنخلط المكونات ديالنا بهذه الطريقه حتى كينسجموا جميع العناصر مع بعضهم، وفي التالي كنخليو الحشوه ديالنا جانبا حتى كتبرد تماما، عاد كنعمروا بها لي سيجار.
ورائعة، يعني مملحة اللي خفيفة، يعني كتنفعنا في شهر رمضان المبارك. فبالنسبة لهاد البريوات يعني ماشي انا اللي درتهم يعني ليا، فهاد هاد لي سيجار يعني ماشي بريوات، ماشي انا اللي درتهم ليا، هادي لوستي. وانا مازال ما درتش حتى شي تحضيرات بالنسبة لشهر رمضان المبارك. فانا كنخلي كل نهار بنهار وكل نهار بالشهيوة ديالو. فبالنسبة للوستي شاركت يعني درت معاه هاد لي سيجار وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. فبالنسبه للورقه ديال البستيله ديالنا هي كنجيبوها على هذا الشكل. فهي هنايا شرات كيلو ديال الورقه، فكنقسمها لها على 4. هكا كتعطينا واحد الكميه ديال لي سيجار اكثر، يعني حسن ما كنديرو كنقسموا العجينه ديالنا الورقه ديالنا على 2، فكيعطيونا لي سيجار كبار، وحتى الكميه كتعطينا كميه صغيره. فهكا كتعطينا واحد لا كونتيتي كبيره، يعني اقتصاديا. هكا كنقسموا الورقه ديالنا على 4، وحتى التشكيله ديال لي سيكار كتجينا زوينه وسهله. فكنقطع الورقه ديالي على هذا الشكل، كنقسمها بهذه الطريقه حتى كتقطع لي الورقه ديالي. ومن بعد ونشاركوا معكم كيفاش يعني الطريقه عمرنا لي سيجار ديالنا. هاد الطريقه زعما سهله واقتصاديه يعني، حتى كنختصروا حتى الوقت اللي كيوجدهم هكا قبل رمضان، وحتى في رمضان ولا وجدنا نوجدوا واحد الكميه اللي كبيره، يعني واحد الكميه اللي لا باس بها، ونخليو يعني ما كنطيبوهمش كاملين، كنديروهم في كونجيلاتور فوق ما بغينا يعني نتناولهم كنديرهم في الفران. انا من احسن كان هاد لي سيجار نطيبوهم في الفران، من احسن من القلي باش ما يشربوناش الزيوت بزاف. حنايا بدينا نعمروا لي سيجار ديالنا. فكانت هنايا معايا بنت لوستي اللي حتى هي بغات تعلم، وزعما وقلت علاش لا ما هذه هي الفرصه باش تعلم معايا يعني، الطريقه كيفاش تعمر لي سيجار. حتى هي مازال عاد صغيره، ولكن ضروري الانسان راه من الصغر كنتعلموا شويه بشويه، حيت ما كايناش شي حاجه اللي مستحيل. فاي وحده بغات تعلم ولا كما كانت يعني في اي وصفه ولا كما ذكرت معكم، غير نعطيو لها الوقت ونقولوا مع راسنا غادي نديروها. صافي بدات كتعلم معايا شويه بشويه، حتى صافي يعني صدقوا لها نيشان في الاخير، واخا كيجيو في الاول شويه مرخوفين، ولكن راه بالاخطاء ديالنا وكنتعلموا. وضروري اي حاجه كنديروها ماشي ضروري في الاول كتصدقنا هي هذيك 100%، ولكن بالتجربه مع التجربه صافي كنوليو هذيك الوصفه اللي كنتقنوها يعني اكثر. وبالعزيمه وبالاراده راه ما كاين حتى شي حاجه اللي مستحيله. ونشجعوا وليداتنا انهم يتعلموا، ما نقولوا لهمش لا راك صغير عاد ولا مازال ما كتعرفش ولا حقا ما كيعرفش، ولكن راه نخليو لهم فرصه باش كيتعلموا. وهذا الشيء اللي كاين. وشاركت معكم هاد لي سيجار ماشي على اساس باش يعني نعطيكم كوصفه، فكما كنعرفوا جميع السيدات المغربيات ديالنا تبارك الله عليهم، حتى هما كل وحده كتفنن في الوصفه ديالها. فماشي ضروري كناخذوا الوصفه 100% كما كنشوفوا نفس المقادير. فكل وحده كتفنن في المقادير ديالها والطريقه ديالها، وفي كل وحده والبنه ديالها يعني النسمه ديال البنه ديالها. وشاركت معكم يعني هاد التحضيرات باش يعني كنعتبركم يعني العائله ديالي الثانيه. فلهذا شاركت معكم هاد التحضيرات. وحتى هاد الحشوه صراحه كتجي بنينه وخفيفه، فهي معتمده عندي. فانا بعض الاحيان كان نغير فيها بعض الشيء، ولكن تقريبا نفس الحشوه اللي كنعتمدوا عليها ممكن. ولا كان عندنا شي كروفيت ولا هكا كنضيفوها، ولا الكالامار عفوا كنضيفو، يعني كنضيفو النسمه ديال الحوت. واخا مع الصدر ديال الدجاج كنضيفو النسمه ديال الحوت، كتغلب على الحشوه ديالنا النسمه ديال الحوت. فماشي ضروري كنديرو غير الحوت زعما في البريوات ولا في ليسيكار، كنديرو الصدر ديال الدجاج، يعني كتجي حشوه اقتصاديه وهي بالنسمه ديال الحوت. وان شاء الله فوق ما درنا شي بريوات ولا شي لي سيجار كيجيو زعما نشاركها معكم يعني كإفادة
لأي وحدة مبتدئة. فأي وحدة مبتدئة زعما كنقول لها زعمي، فأي وحدة زعما ما حنايا راه ماشي مازال كنتعلموا شوية بشوية. وكاين ان شاء الله نشارك معكم حتى لي سيجار اللي كنديروهم بالبطاطا كيجيو زوينين. كنديروا معاهم شويه ديال التونه، واحد العلبه ولا يعني على حسب الكميه ديال البطاطا، وشويه ديال الفرماج وشويه ديال الزيتون، وكنعمروا بها لي سيجار ديالنا حتى هي كتجي بنينه. وان شاء الله في رمضان، في هذا الشهر رمضان الله يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه، غادي يكونوا وصفات. وكل ما درنا شي وصفة وكان عندي الوقت ويعني كنت مزيانة وكل شيء، غادي نحاول ما امكن نشارك معكم داكشي اللي كنديرو، هذاك الشيء اللي بسيط. فما كاينش تعقيدات. فضروري في اي وصفة كنديرو هذاك الشيء اللي عندنا في الدار ديالنا، ماشي ضروري نتكلفوا راسنا ولا نعقدوا اي وصفة. بالعكس، اي حاجة عندك في الدار ممكن تقني بها، ممكن تنوعي المائدة ديالك ديال رمضان. ونتمنى ان شاء الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله وبالرزق، والله يبعد علينا هذا الوباء، وان شاء الله بالافراح والمسرات، والله يدخلوا علينا ان شاء الله لا فاقد ولا مفقود. و يعني احنا كنستمروا بهذه الطريقه صافي حتى تولفت مثل تعلمت، يعني صافي ولات كتطلق يدها. واخا كيجيو شويه مرخوفين في الاول، ولكن ماشي مشكل. راه بالاخطاء ديالنا كما ذكرت معكم هي باش كنتعلموا. وهذا هي يعني الطريقه كنخليو بناتنا يعني واخا كنقول لهم لا ماشي مشكل، واخا ضاعت لك هذيك الحاجه معليش عاودي لها مره اخرى حتى كتصدق ليها. هكا كنشجعوهم يتعلموا الطبخ. لا، في يعني الطبخ مزيان، ماشي حتى البنات حتى الوليدات يقدروا يتعلموا الطبخ. راه ماشي فيها بنت ولا ولد، راه كلشي ممكن يتعلم. وهذو هما التحضيرات ديالنا اللي درناهم. الصراحه سهرنا عليهم الليله. نتمنى لكم ان شاء الله وإلا شفتوا هذا الفيديو لايك الفيديو، ما تنساوش اللايك والبارتاج هكا باش تعم الفائده. والواحد التعليق يكون محفز هكا هو اللي كيشجعنا ويخلينا نشاركوا معكم كل يعني اللي كنوجدوه في دارنا العادي، يعني داكشي وصفات العاديه اللي اقتصاديه اللي اي وحده ممكن تجربهم. واللي مازال ما اشتركتش في القناه اشترك باش نكونوا ان شاء الله واحد العائله اللي كبيره، ويوصل لكم ان شاء الله كل جديد بالضغط على زر الجرس. ففضلا وليس امرا. ومن بعد ما كملنا الحشوة الأولى كان يعني ننتقلوا للحشوة الثانية اللي كنعمروها على هذا الشكل. فكان يعني كنشارك معكم للاستفادة فقط. كنعمروهم على هذا الشكل ومن نستمروا بهذه الطريقة حتى كنكملوا الكمية ديالنا كاملة. ومن بعد ما كنساليو البريوات ديالنا كنديروهم يعني في لي بواط اللي كنديروهم في المجمد. فكل ما كملنا الطبقه كنديروا الطبقه الاولى في لابواط، يعني في السبيره كنديروا الطبقه الاولى كنديروا عليها البلاستيك الغذائي، وكنديروا الطبقه الثانيه هكا باش هكا نتفاداو انهم يتلصقوا مع بعضياتهم. يعني كتختاروا الكميه اللي بغيتو تحيدوهم من الكونجيلاتور كتحيدوهم، يعني كتدخلوهم في الفران. فبالنسبه فانا كنديرهم في الفران، يعني كنخليهم حتى لاخر لحظه كنحيدهم وكنديرهم في الفران. يعني ما نخليهمش حتى كيذوبوا عاد نديرهم في الفران. هكا احسن باش الورقات ديالنا ما كتقطعش لينا، وحتى البريوات ما كيذبالوش. يعني غير كنحيدوهم من المجمد كيكون فران يعني يعني كيكون فران سخون وكنديرهم في الفران ديريكتومون. هادشي اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله هاد لي سيجار ينالوا الاعجاب ديالكم، ويكون هذا الفيديو ان شاء الله خفيف ظريف عليكم. وهذو هما التحضيرات اللي درناهم بالنسبه لهاد لي سيجار. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي سيجار ديالنا. فكنحصلوا عليهم على هذا الشكل. واحد الطبسيل فيه الحشوه اللي درناها بالدجاج بصدر ديال الدجاج، والحشوه الثانيه فيه اللي درناهم بالكفته. فهكا كيعطونا يعني كيلو ديال الورقه
كيعطينا واحد لا كونتيتي اللي كبيره، يعني لا بأس بها. هادو هما لي سيكار ديالنا، نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. وكما ذكرت معكم يكون ان شاء الله هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم ان شاء الله. وفي هذه المرحله غادي نعمروهم ديريكتومون في لي بواط، يعني بلاستيك اللي كيدخلوا المجمد. كنستفوا الطبقه الاولى كما قلت، يعني ذكرت معكم في الاول، كنديروا الطبقه الاولى وكنغطيوها ببلاستيك الغذائي، وكنديروا الطبقه الثانيه ونغطيوها ببلاستيك الغذائي حتى كنكملوا، يعني حتى كتعمر السبيره ديالنا، وكندخلوها المجمد. وكنحيدوا الكميه اللي بغينا ديال لي سيكار، وكنحيدوهم اما كاين اللي كيقليوهم في الزيت او ديرهم في الفران، وذلك حسب الذوق ديالكم وكل وحده وشنو كتفضل. هادشي اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وفي الاخير غادي نشارك معكم بعض التحضيرات اللي درناها بالنسبه لبعض الفواكه والخضار وصلصه الطماطم اللي وجدتها بالنسبه للحريره، واللي غادي نديرها حتى البيتزا ولا اي وصفه كنحتاج فيها صلصه الطماطم. وكنشارك معكم يعني طريقه التخزين ديال اللحوم، يعني واحد الطريقه اللي ما كتاخذش لي سباس في المجمد نهائيا. فهاد الطريقه حنا معتمده عندنا، تعلمناها من جده ديالنا اللي كنتمنى لها طول العمر ان شاء الله، ونشوفوها في ساعه الخير. والله يخلي لها صحتها يا ربي امين، والله يبعد علينا هاد الوباء ان شاء الله ديالنا المغرب، ونشوفوها في ساعه الخير. فتعلمنا منها بزاف، فكنقول لها شكرا بزاف من هذا المنبر. فمنها تعلمنا بزاف، تعلمنا الصبر، تعلمنا منها يعني الاتقان، وتعلمنا بها يعني بزاف الامور. والله يخليها لنا ان شاء الله، الله يطول لها في العمر ديالها، ونشوفوها ان شاء الله في ساعه الخير. هذه مده ما شفناها، لا يفتح لنا ابواب ان شاء الله، يبعد علينا هذا الوباء ونشوفوها. وفي هذا المنبر كنوجه لها تحيه خالصه. وهذا الشيء اللي كاين، فتعلمنا منها طريقه يعني الصراحه، يعني هي الثلاجه ديالها عندها متقونه، وكل حاجه يعني كتعطي لها القيمه ديالها، وسواء في المجمد ولا في الثلاجه، يعني يعني اي حاجه كتعرف بلاصتها نيشان وكتنظمها، يعني عندها نظام. وحتى في الاكل ديالها يعني اكل رائع، الحريره ديالها، ويعني كطيب على النار مهيله، ما كتستعملش الكوكوت نهائيا، وكتجي الماكله ديالها بنينه ولذيذه. كنقول لها الله يخلي لك صحتك ان شاء الله، وان شاء الله نتشوفوا في ساعه الخير وندوقوا الماكله ديالك اللي توحشناها بزاف. هذا الشيء اللي كاين. وسمحوا لي بزاف على هذا الفيديو طولته معكم، ولكن هذا الفيديو شاركته معكم بحال اللي انا معكم، يعني شاركته يعني مع الاهل ديالي، يعني مع العائله ديالي الثانيه. وكانوا هذو هما التحضيرات ديالنا، وخليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو. بالنسبه للتحضيرات الثانيه في طريقه تخزين الفواكه او الخضر، فانا درت تخزين ديال الفاكهه ديال الفريز، بما ان هذا هو الموسم ديالها، يعني موجوده في الاسواق بكثره والثمن ديالها مناسب. فلهذا شرينا واحد الكميه، فهذه خليناها زعما في المجمد، نحتاجوها هكا في العصير. يعني كيجي بها صراحه زوين في طريقه التخزين. فهنايا عندي فريز اللي كبير، يعني الحجم ديالو كبير، كنقطعوه على 2 او على 3، وكنستفوه بهذه الطريقه. يعني كنستفوه يعني بحال اللي غير طبقه اولى، ما كنديروش شي فوق شي، باش من نبغيو نحيدوه من المجمد الكميه اللي بغينا نحيدوها كنحيدوها، ماشي ضروري كنقسمو على البلاستيكات. ممكن كنديرو غير في بلاستيكه وحده ولا 2 على حسب الكميه ديال الفريز اللي عندنا. كنستفوهم في واحد البلاستيكه كما غادي تشاهدوا معايا، كنستفوهم يعني بهذه الطريقه. ومن بعد ما كيجمد الفريز ديالنا كنحيدوه من المجمد، كنحيدو الكميه اللي بغينا.
تما ممكن نردوهم في واحد البلاستيكة، أو ممكن نخليهم يعني مقسومين، وكيعطينا يعني هاد الطريقة مزيانة. وحتى العصير ملي كنبغيو نديرو العصير ديال الفريز، فما كنخليوش الفريز ديالنا حتى كيذوب، فكنطحنوه مباشرة وهو مكلاصي. كنخليوه غير واحد شويه، غير يتحيد منه هذاك الكلاصاج، يعني كيكون مكلاصي بزاف. كنخافوا على المولينيكس ديالنا ولا، ومن كنصبروا عليه غير واحد 5 دقائق ولا، المهم كنخليوش يذوب. وإلا داب الفريز وكنديروه به العصير، ما كيجيش العصير ديالو بنين نهائيا، فكنطحنوه وهو مكونجولي، يعني كنخليوه هو مكلاصي وكنطحنوه. هذا هو يعني الطريقة ديالي اللي معتمدة، يعني كجربت الطريقة كيفاش كنخليو الفريز حتى كيذوب، وكان الطريقة اللي كنطحنوه هو مكونجيلي. صراحة ملي كيكون مكلاصي كيجي العصير ديالو اكثر، واخا ديال غير ديال الفريز ومع الحليب كيجي بنين. وخاصة من كيكون مكلاصي الفريز، كنحيدو غير واحد شويه، واحد 4 دقائق 3 دقائق، يحيدلو هذاك الكلاصاج، ومن بعد كنطحنوه. فالطريقه التخزين كنديرو بهذا الشكل، يعني كنديرو في بلاستيكه بهذه الطريقه. ما كنديرش يعني طبقه فوق، يعني كندير حبه فوق حبه، لا كنخليهم مستفين بهذه الطريقه. كنديرو من احسن باش تفاداو انهم زعما ما كيجي لكم يعني مزيان، كنديروهم في بلاطو بهذه الطريقه. كنديرهم هكا، كنحطو في كونجيلاتور وغد ليه كنحيد البلاطو، حتى تما صافي. يعني ممكن من كيتكلاصا الفريز ديالنا كنديروه، يعني صافي كنقدر يعني نخلطو الفريز ديالنا عادي. كنستمروا بهذه الطريقه، ومن نكمل هذه المرحله غادي نشارك معكم يعني الطريقه من بعد ما كيكون مكلاصي الفريز ديالنا كيفاش كنحصلوا عليه. هاد الطريقه كتخلي لنا ليسباس في المجمد، ما كياخدناش ليسباس بزاف. وبالنسبه حتى للكميه، كنحيدو كميه اللي بغينا ديال الفريز كنحيدوها بالمجمد، ماشي ضروري كنقسمو على البلاستيكات. فولا قسمناه ممكن ما كنعرفوش الكميه اللي غادي نحتاجوها، واش غادي نديرو كميه قليله ديال العصير ولا غادي نديرو كميه كبيره. فلهذا انا كنعتمد بهذه الطريقه ديال جداتي، اللي كتعتمدها حتى هي في اللحوم، كتعتمدها في اي حاجه كديرها في الكونجيلاتور، كتعتمد هذه الطريقه. والصراحه الطريقه يعني آه، كتنفع بزاف، واحسن من اننا غير كنعمرو في البلاستيك وكنرميو في المجمد. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال الفريز ديالي كامل. كنقطع الفريز اللي كبير، يعني القطع اللي كبار كنقطعهم على 2 ولا على 3، وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميات ديالنا كامله. ومن بعد كنحصلوا عليه، يعني من بعد ما كيجمد ليله كامله في المجمد كنحصلوا عليه على هذا الشكل.
من التخزين ديال الفريز كنتقلوا الطماطم. فدائما انا كنستعمل طوماط سوغيز، فهي اللي كتجي الصلصه ديالها كتجي بنينه وخضره. فكنستعمل هاد الكميه، كنستعملها كنديرها في طنجره او كوكوط، يعني ما كنغطيهاش، يعني كنبلعش عليها الكوكوط، فكنديرها غير على الطنجره بحال هكا. هذه غادي نستعملها للحريره، يعني ما ضفتش عليها شي اضافات. كنديروها كنخليوها على النار اللي شويه متوسطه، وكنديرو هاد الطنجره الثانيه، فكنضيفوا هاد الكميه اللي كنضيف معاها شويه من الفلفل الاحمر. فضفت 2 حبات من الفلفل الاحمر. فهذه غادي نستعملها للصلصات اللي غادي نحتاج فيها صلصه طماطم، مثل البيتزا. ما كانش عندي صلصه ديال البيتزا كنستعمل هذه كتجي بنينه. فالفلفل الاحمر كيعطي لها الحموريه اكثر، وكيعطي لها حتى واحد الحلاوه الصلصه ديالنا. فما ما استعملتش في الطنجره الاولى حيت غادي نديرها الحريره، ما بغيتش تخرج الحريره ديالي فيها نسمه ديال الفلفل. فكنقسم على 2، يعني كنقسم الصلصه ديالي على 2. كندير واحد الطنجره كنديرها نخليها خاصه للحريره، وهذه كنستعمل بها الصلصات اللي بغيت نحتاجهم. هكا كنضيف عليهم هذاك الفلفل الاحمر وصافي. كنرد الصلصه ديالي على النار اللي متوسطه حتى كتطلق المطيشه ديالنا الماء ديالها، ومن بعد كنخليوها تشرب واحد شويه، وكنطحنوها وكنصفيوها. كما شاركت معكم واحد لا فيديو، كنصفيوها في الصفايه باش كنتخلصوا من هذوك البذور ديال الطماطم والقشره ديالها، وكنصفيوها وكنديروها في البلاستيكات الغذائيه. ففي هاد لا فيديو شاركت معكم يعني البلاستيكات الغذائيه العاديه، يعني شاركت معكم الفيديو السابق يعني بلاستيكات اللي كيتبلعوا، ولكن كاين الاغلبيه اللي كيقول لك ما عندناش هذاك النوع ديال البلاستيك. فشاركت معكم الطريقه العاديه للبلاستيكات اللي في اي وحده اللي كتعتمدهم هكا في التخزين ديالهم. فالنوع الاخر يعني كاين اللي عندهم هذيك اللي كتغطى من الفوق، هذوك احسن، يعني ما كتلقايش فيهم شي صعوبه. ولكن انا اليوم قررت نشارك معكم هذا النوع ديال البلاستيكات اللي العاديه، يعني عاديه جدا، اللي كنستعملهم يعني في الحياه ديالنا اليوميه. وهاد الطريقه، يعني بهاد الطريقه كنكبوا الصلصه ديالنا في البلاستيكات الغذائيه. وضروري الطريقه السحريه ديالي كنعملوهم بهاد الطريقه، وكنستمروا حتى كنكملوا الكميه ديالنا، ومن بعد كنديروهم في المجمد. كنستفهم في الاول في البلاطو، من بعد ملي كيبقاو ليله كامله في المجمد كنحيدهم من البلاطو صافي. وهي الصلصه ديالنا، يعني كنجبدوها فوق ما بغينا نديروها في الحريره. الصراحه كتسهل علينا ملي كنوجدوها قبل هكا الحريره، كتسهل علينا، ما نحتاجوش اننا عاد كنجبدو ونطحنو يعني المطيشه هكا، لا. يعني هاد الطريقه كنحيدو غير كميه ديال الصلصه اللي احتاجيناها، كنحيدوها وكنستعملوها في الحريره حتى الحريره ديالها كتجي بنينه وكتجي خضراء، ويعني كتجي يعني تعطي لها ديك اللون اللوين الزوين. هادشي اللي كاين. و بالنسبه للتخزين فشاركت معكم 2 طرق. الطريقه الاولى اللي درتها في البلاطو، والطريقه الثانيه درتها في السبيرات على هذا الشكل، يعني في لي بواط. فهادو اللي درتهم في لي بواط باش نعقل عليهم. هادو درتهم للحريره، يعني هذيك الصلصه الاولى اللي غادي نستعمل في الحريره واللي خليتها في البلاطو على شكل طوري، هذوك اللي غادي نستعملهم يعني الوصفات اللي كيكون فيهم صلصه طماطم. وهذو هي التحضيرات ديالنا ديال الطماطم.